السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم جيت نشارك معكم هاد الخبيزات اللي كيجيو بنان بزاف وساهلين التحضير وصحيين في نفس الوقت، يعني كيجيو بنانين بحال ديال المخابز. وغنشارك معكم الاسرار باش يجيوكم هكايا محمرين وبنان وزوينين. في هاد العجينه هذه انا استخدمت الخميره البلديه اللي هي طبيعيه وصحيه بزاف، ديال تعاونيه سلامه اللي خديت من عندهم هذا المنتوج من المعرض الفلاحي اللي سبق لي شاركت معكم المشتريات ديالي منه. فهاد الخميره البلديه هي معده مسبقا ومجففه بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش يصايبوا الخميره. فطريقه التحضير ديالها سهله بزاف. كتاخذوا القريعه ديال الخميره البلديه اللي كنوريكم دابا في الشاشه، هي صغيره، كناخذوا النصف الكميه ديالها، كنخويوها في قرعه كبيره بحال هكا. يعني كتجي هي بحال هكا، شفتوا الحبيبات رقاقين، ولكن كتفاعل من بعد ما كنضيفوا عليها بعض المكونات. فكناخذوا نصف الكميه ديال الخميره كنديروها في قرعه بحال هذه ديال الزاج، وكنضيفوا عليها 2 كيسان ديال الطحين و2 كيسان ديال الماء. كنخلطوا كلشي مزيان بملعقه خشبيه من الاحسن. كنخلطوا كلشي مزيان وكنسدوا القرعه ونخليوها لمده ديال 12 ساعه. فمن بعد ما كتوجد لينا الخميره البلديه كنصايبوا الخبيزات ديالنا بالطريقه العاديه. انا درت هنايا واحد الخبيزات اللي جاو بنان بزاف بالزرارع وبالطحين كامل وحتى بالطحين الفرص، يعني كيجيو بنانين بزاف وصحيين بزاف صراحه. بالنسبه للمكونات انا درت الدقيق الكامل والدقيق الابيض، درت زلافه ديال الفرص اللي هو الدقيق الابيض وزلافه ديال الدقيق الكامل، والخميره البلديه ديال سلامه اللي وجدناها مع بعض في الاول. يعني خليتها 12 ساعه ارتاحت وعاد جبتها من بعد 12 ساعه كتولي بحال هكايا كيف ما كتشوفوا، كتخمر وكتولي واجده باش اننا نخدموا بها. فخدمت بالنص ديال الكميه، يعني تقدروا تخدموا بها كامله الا كانت العجينه كبيره، ولكن انا درت عجينه متوسطه فاستخدمت النص ديال الكميه. كندير نص الكميه ديال الخميره البلديه وكنضيف عليها المكونات الاخرى اللي قلت لكم: زلافه ديال الطحين، زلافه ديال الدقيق الكامل بالنخاله ديالو، هادشي كيبقى اختياري ولكن راه كيجي خبز صحي وزوين. شويه ديال السميده، ودرت شويه ديال زريعه الكتان كيجي بنين بزاف في وسط العجينه، وحتى شويه ديال النخاله وحتى الشوفان. صراحه هذا الخبز هذا اللي درت جا بنين بزاف، واللي دقوا عجبوا بزاف حيت جاي صحي وعامر بالزرارع، يعني احسن بحال المخابز او احسن صراحه. بالنسبه لي انا عجبني هذا الخبز اكثر من الخبز ديال المخابز. زدت عليهم شويه ديال الملحه شويه ديال السكر باش كيعطينا اللون، وخلطت كلشي مزيان. ضفت عليهم الماء دافي، فالعجينه من الاحسن ما يكونش الماء سخون، ديروا الماء دافي وعجنوا العجينه بالطريقه العاديه. طبعا يعني كلشي كيعرف يعجن، يعني غادي نعجنوا بالطريقه العاديه سواء باليد او بالآلة العجين، يعني اللي بغيتو حسب المتوفر. ومن بعد ما كنخلطوا العجينه هكا كنضيف واحد شويه ديال زيت نباتيه، وكندلكوا العجينه ديالنا مزيان بالطريقه العاديه اولا في الماكينه كيف ما قلت، وصافي كنخليوها ترتاح. من بعد ما كندلكوها مزيان كنخليوها تخمر. ملي كتخمر وكتضاعف الحجم ديالها عاد كنبداو نخدموا بها. من بعد ما كتخمر لنا العجينه كناخذوا العجينه ديالنا كنكونوا بها كويرات على حسب نتوما وشنو بغيتوا. يعني الا بغيتوا كويرات كبارين ديروا خبيزات كبارين بحال ديال الدار، تقدروا ديروهم كبار، تقدروا ديروهم صغار، تقدروا ديروهم على شكل باغيت، يعني كيبقى الاختيار لكم. انا درت خبيزات صغيورين اللي جاو صراحه زوينين، يقدروا تستخدموا بحال برجرز. صراحه انا خدمت بهم لي ساندويتش ولي برجر جاو بنان بزاف، ويعني عامرين كيشبعوا مزيان حيت فيهم الزرارع وفيهم مكونات طبيعيه. صراحه جاو زوينين، وخصوصا الخميره البلديه عطاتهم واحد المذاق زوين بزاف، واللي ذاقهم غادي يعجبوه بزاف. فهنايا انا كيف ما شفتوا درتهم كويرات صغيورين، كونت الكويرات كاملين حتى شكلت الكويرات كيف ما كتشوفوا هكا. عاد دزت باش انني نزوقهم ولا ندير فوقهم على وجههم هاد الزرارع. فخديت شويه ديال الماء، بقيت كندهن العجينه من الفوق، كندهنها مزيان بالماء وكنديرها في الزرارع اللي انا اختاريت. فمثلا انا درت هنايا الزلجلان الابيض، خديت الماء كيف ما قلتو، دهنت الخبيزات بالماء ودرتهم في هاد الزرارع ديال هاد الزريعه ديال الزلجلان. وعاوتاني درت نفس الطريقه مع الخبيزات الاخرين اللي درت فيهم بافون والخبيزات اللي درت فيهم الشوفان.
فكتبقى المساله اختياريه، تقدروا ديروا اي زرارع بغيتو، تقدروا تستغناو على اي وحده فيهم. المهم كتبقى المساله اختياريه حسب الرغبه ديال كل واحد. فكنستمر حتى كنكمل الخبيزات كاملين بنفس الطريقه، كندهنهم بالماء وندير عليهم الزرارع، ومن بعد كنستفهم في الصينيه اللي كتدخل الفران. تقدروا ديروا مباشره في الفران على حساب اللي بغيتو، ولكن هكا كيجيو زوينين وما كيعذبوش. فكنحطوهم في الصينيه اللي كتدخل الفران، كنغطيهم ونخليهم يرتاحوا لمده ديال 15 دقيقه حتى ل 20. وملي كيخمروا لينا الخبيزات كنديروا فيهم خطوط بهذا الشكل هذا، وكندخلوهم الفران على درجه حراره عاليه. انا طيبتهم غير في الفران ديال الغاز على درجه حراره عاليه، ودرت في وسط الفران واحد الصينيه فيها الماء، باش الماء سخون، باش داك البخار ملي كيطلع كيعاون الخبز انه يتحمر بهذه الطريقه هكا. ومره كنت كنرشهم بواحد القريعه ديال الماء هكا، كندير كنعمرها بالماء وكنبقى نرش، كنحل الفران وكنبقى نرش بداك الرشاش باش كيعطي هذا اللوين هكا احمر في الخبز وكيجي ناجح بحال ديال المخابز. كنتمنى الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المشاهده، وشكرا لسلامه على هذه الخميره البلديه الزوينه اللي كتنفع بزاف في التحضير ديال الخبز وديال مجموعه ديال المخبوزات المنزليه بحال هكا. يعني بصراحه انا كنشجعهم من هذا المنبر، كنشكرهم بزاف على التعامل ديالهم وعلى الخدمه المتقونه اللي كيديروا. يعني هذا فيديو ماشي اعلاني، ولكن فعلا كيستحقوا التشجيع وكيستحقوا الشكر. فشكرا لكم بزاف. وإلا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي كنتمنى تدعموني بلايك واشتراك القناه باش يوصلكم ديما الجديد.